قانون الموت الرحيم، أو أنه الإنسان ينهي حياته. قانون سيسمح فيه في ولاية نيويورك. الحاكمة في نيويورك سمحت أو ستسمح بقانون جديد يعطي الحق للشخص المريض جدا، وغالبا الأمراض الخبيثة عافانا الله وعافاكم منها زي السرطان وغيره، لما الدكاترة بيحكوا للشخص أنت ضايل لك 6 أشهر 3 أشهر تتوفى، وغالبا ما بيكونوا تحت عذاب كبير وتحت يعني أدوية مخدرة مثل المورفين وشغلات زي هيك عشان ما يضلهم يحسوا بالألم والعذاب. فالآن هذا القانون يعني هو مثير للجدل وفي عليه اعتراض من الكنيسة، لكن احنا في دولة علمانية تفصل الدين عن الدولة، والقانون سيطبق غالبا بحيث انه يعطي الحق للشخص انه يطلب الوفاة، وبالتالي بيحكوا معه ويشوف دكتور نفسي قبلها، وبعدين بيتخذ قراره ويوقع أوراق وشفهي ويحكي إنه هو بده يتوفى، وبالتالي الأطباء بيعطوه أدوية علشان يتوفى. يعني زي ما بتاخذ البسة تبعتك أو الكلب بعد ما يكون مريض جدا، بيقولوا الطبيب البيطري إنه بدنا نحطه الموت الرحيم، اللي هي الإبرة اللي بيعطوه إياها وبيتوفى مباشرة. هذا قانون جديد من ضمن القوانين الغريبة العجيبة اللي تنحط في هاي الدولة. أنت مع ولا ضد؟ اعطينا رأيك بليز. رياض الوادي معك من سان لويس ميزوري.